اليوم بنسوي صينية لحم مشوية بالفرن نفس ما كنت أوريكم بطريقتي. هذه عندي قطعتين جنب أنا قصصتهم، يعني قصصتهم إلى أجزاء، كل جنب قصيته 3 أجزاء أو 4 تقريبا. هني هذه الصينية حطيت فيها اللحم مثل ما تشوفون، غسلناه وسويناه وحطيناه. الحين حطينا شرايح الطماط، شرايح البصل، الثوم، البطاط، فلفل بارد. شنو الصوص اللي بنحطه وياه أو البهارات؟ هني عندي البهارات فلفل أسود، كمون وكزبر، لومي أسود، وبهار مشكل. جيب البهار مشكل نسيته ما حطيته. لومي أسود، ولا تنسون الملح، حطي بهار مشكل. عندي هني ثوم، زنجبيل، معجون الثوم والزنجبيل، وعندي هني معجون الطماط، وحط معاهم شوية خل وشوية ليمون، ونذوقهم ونعدل الملح. هذا الخل وهذا الليمون، ونذوق تتبيلتنا. إذا محتاجة ملح نزيدها ملح. في عندي بعد بحط من الأشياء المفرزنة، عندي ذرة بحطه ويا شو اسمه. الحين نحطه على اللحم وندهن اللحم وندهن الخضار كلها بنفس التتبيلة هذه. بس ذوقوا الملح أول إذا يناسبكم أو لا، عدلي الملح وسوي. بالنسبة لي أنا الملح كانت ملعقة وسط، فملعقة الوسط كافية. أدهن فيه اللحم أول شيء، أخذ كذي وأدهن اللحم، بعدين أصب عليه شوية ماي وأحطه في الصينية باقي التتبيلة. هني لو تشوفون أنا قاعدة أحط ذرة مفرزن عندي، قاعدة أحطه بين اللحم عشان يستوي على طعم اللحم. شوفوا تحطينه بين اللحم وتخلينه كذي. الحين بنحط ليمون جراس، عشبة الليمون، إذا ما عندكم مو ضرورية، بس عشان تخلين اللحم كذي، مني شوية ومني شوية، شمر كذي بس عشان ريحة اللحم. هذه نكهة وريحة ليمون جراس. وبعد عندي هني بعد بحط كزبرة وبقدونس، نسيتها هذه وين احطها. هنا كزبر وبقدونس. بعدين عندي شبنت، هذه الأعشاب تعطي ريحة حلوة تخنن لك الطبخة. هذا شبنت فرزن، ناخذ غيره فرزن كذي، حطيه عشان لما يفوح اللحم يعطي ريحة حلوة. هذا كله يروح، الخضار اللي تشوفونه كله بعدين ما يبين. الحين باقي التتبيلة بصب عليها ماي واصبها في الصينية، بعدين احط عليها قصدير او ورق زبدة وقصدير، وادخلها الفرن ساعة ونص تقريبا راح يستوي، يكون ذايب، ونقدمه مع العيش الابيض او مع الخبز. شايفين صينيتي هذه. إذا تبون خضار غير البطاط حطوا مثلا جزر، كوسة، مدري شنو، بس إحنا المفضل عندنا البطاط، ما يحبون غير البطاط. هذه صينيتي كذي كاملة بنات. الحين عندي قلت لكم باقي التتبيلة. أول شيء بنظف هذا ندخله الفرن عشان ما يسوي لنا دخنة ولوية بالفرن، فنظف الأطراف كلها. الحين عندي باقي التتبيلة هذه شايفينها، راح أصب عليها ماء، شوية ماء مو واجد. أنا عادة ترى الصينية هذه ما أحط عليها ماء، بس ما أدري إيش فيني هالمرة أبي أحط ماء، أبي مروق يعني شوية معاها. إذا ما حطينا ماء تستوي وحلوة، بس ما فيها صار يعني ما فيها مرق، فأنا أبي مرق، شوية مرق، أبي مناوشة بدال الدقوس يعني.
باقي التتبيلة ايش سوينا فيه؟ الحين نصبه، نحاول نصبه بالفراغات على مثلا الذرة، لأن الذرة ما أخذت تتبيلة، فنحطين عليها الماي هذا أو مروق التتبيلة. شايفين شكل أوضح؟ هذا الذرة خلاص، هو الماي بيتوزع يعني. بس بنات الحين نحط عليها ورق الزبدة والقصدير، وتدخل الفرن 1.5 ساعة. الفرن على درجة حرارة 200 درجة عالية يعني، تشوينه شيء. بعدين عقب 1.5 ساعة تشيلين الغطا هذا وتشوينها من فوق وتقدمينها. هذا أسهل. هذا اللحم المشوي بنات بعد ما استوى قدمناه بهالطريقة، حطيناه في صينية بالشكل هذا ويتقدم وينوكل مع العيش الأبيض أو تاكلونه كذي بروحه، لذيذ خطير. جربوا طريقتي راح تعجبكم.